ازيكم يا بنات، واهلا بيكم في فيديو جديد هنا على قناة A1 برايد. النهاردة ان شاء الله هشرح لكم طريقة لف الحجاب الاسبانيش بطريقة سهلة وبسيطة. هنبدأ كده مع بعض ونقول بسم الله. اول حاجة هتجيبي طرحة، اي طرحة عندك، ممكن ما تتقيديش بطرحة تل او حاجة، اي طرحة تمام تكون بيضة. هتحطي جواها قطعة اسفنج بطانة وهنتنيها بالشكل ده. هجيب دلوقتي عروستنا وهبدأ أثبت عليها الطرحة بالشكل ده. هربطها الأول بإحكام يا بنات، وهبدأ أظبط الطرحة على دماغها بالشكل ده. أنا طبعا العروسة أو المانيكان المرة دي من غير شعر، فهحط توكة الفوليوم دي بالشكل ده بحيث إن أنا أقدر أعلي عليها الطرحة وتديني فوليوم، وأثبت عليه الأجزاء الزيادة زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ أثبتها بدبابيس. تمام، أي زيادات عندك هتبدأي تثبتيها كده بدبابيس بالشكل ده. دي مجرد الطبقة الأولى أو البيز اللي انت هتبدأي تبني عليه الطرحة اللي انت هتلفيها، الطرحة الأساسية اللي هي التل اللي هنبدأ نعمل بيها الحجاب اللي هو الاسبانيش. تمام، انا كده بحاول اثبتها بس على راس المانيكان بالشكل ده شكلها بعد ما ربطتها وثبتها. دلوقتي هجيب الطرحة التل دي 2 متر يا بنات، تل لكرة. تمام، هبدأ ألمها بالشكل ده. تمام، بحيث ان هي تديني شكل درابيه كده من قدام، تديني كشكشة، يعني درابيه بمعنى كشكشة كده، طبقات على بعض. تمام، وهبدأ اخد طرف وهلفه على دماغ العروسة بالشكل ده، وهبدأ اثبت الطرف بتاعه كده بدبابيس بطريقة كويسة. دلوقتي هاخد الطرف التاني زي ما احنا شايفين وهبدأ ألفه كده يا بنات، مع تثبيت كل خطوة زي ما احنا متعودين عشان تضمني ثبات الطرحة. لو في أي جزء محتاج انه يتلم بشكل معين أو بطريقة معينة، معاكي الدبابيس وتقدري تلمي الزيادات كده بإيديكي وتثبتي بدبابيس. تمام، زي ما قلت لكم يا بنات، طريقة لف الحجاب مش بالحفظ قد ما انتي بس تفهمي الخطوة بنعملها ازاي. انا كده لفيت الطرحة بالشكل ده، وده كان شكلها النهائي. هنيجي دلوقتي لخطوة تثبيت التاج. هبدأ ألبس العروسة التاج وهأتأكد انه في المنتصف. انا دلوقتي هثبت التاج بالدبابيس بالشكل ده بطريقة السراجة. ازاي؟ ان انتي هتاخدي طرف الطرحة كده بالدبوس وهتدخلي في الفتحة بتاعة التاج، وبعدها ترجعي تثبتيه تاني في الطرحة زي ما انتوا شايفين الخطوة دي. هبدأ اثبت الجنب التاني بنفس الطريقة، بطريقة السراجة في الطرحة. تمام، لو في اي اجزاء مش مظبوطة في الطرحة هتبدأي تظبطيها، وبالدبابيس تثبتي اي خطوة انتي عملتيها. دلوقتي هتيجي مرحلة الطرحة بتاعت الفستان
زي ما شرحت لكم. لو الطرحة ادوار هتخلي وش الطرحة لوش العروسة عشان تعملي فوليوم زيادة في الطرحة من ورا. وهبدأ دلوقتي اثبت بدبابيس بالشكل ده عند الكشكشة بتاعة الطرحة. انا خلصت التثبيت. هتبدأي ترفعي الطرحة بالشكل ده بحيث ان انتي تعملي الفوليوم اللي احنا شايفينه في الطرحة. وبكده اكون خلصت لفة النهاردة يا بنات. يا رب تكون سهلة وبسيطة بالنسبة لكم ومش معقدة مفيهاش اي تفاصيل كتير. لو ليكوا اي استفسار او اسئلة اكتبوها لي في الكومنت تحت وانا هرد عليكم. شكرا ليكوا يا بنات وباي باي.